انطلقت حملة تلقيح واسعة للوقاية من الحمى القلاعية عبر تراب ولاية سوق حيث نظمت مديرية الفلاحة بالتنسيق مع البياطرة الخواص وكذلك غرفة الفلاحة خرجات ميدانية للتلقيح المجاني لهذا الوباء. نتابع تقرير لحسن طرابلسي. تفاديا لانتشار مرض الحمى القلاعية الذي أصاب المواشي في بعض الولايات، انطلقت عملية التلقيح ضده بولاية السوق وسط تسخير لكل الإمكانات اللازمة لمجابهة المرض. قرار الولائي قد أمضي من طرف السيد الوالي، وكذا قرار غلق أسواق الماشية، وقرار بدء عملية التلقيح يوم 24 من هذا الشهر. والعملية حاليا تمشي على قدم وساق وتمشي تصاعديا، وهذا شيء جميل. ونتمنى يعني احنا رايحين نقوم بكل ما في وسعنا من أجل إتمام هذه العملية المهمة قبل الموعد المحدد من طرف السلطات. حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية في سوق هراس تأخذ وتيرة متزايدة، خاصة من خلال العمل الجواري والعمل الميداني الجبار الذي تقوم به مختلف الهيئات الفاعلة والهيئات المختصة في هذا المجال، خاصة في الجانب التوعوي والجانب التحسيسي. حقيقة نظن أنه المربي وفلاح ولاية سوق هراس أبدى تجاوب معتبر. أكثر من 5000 جرعة لقاح هو ما بلغته عملية التلقيح لحد الآن، فيما لا تزال العملية متواصلة وسط ارتياح للمربين. لحد الآن بالنسبة للعدد الملقح وصلنا في 4447. إن شاء الله ديسي لا سمان بروشين ولا هكا إن شاء الله نوصلوا أكبر عدد ممكن من الملقح. زارتني اليوم مديرية تلقيح الأبقار، ومدور الأبقار التوعي، ونطلب من كل الفلاحين أن يلقحوا أبقارهم. اليوم تقدمت المصالح الفلاحية لولاية سوق هراس مع البياطرة لتلقيح الأبقار، وفرت لنا اللقاح مجانا، ونطلب من السلطات أنهم يوفرون الماء للشرب الأبقار. هذه المضرة الكبيرة اللي نعانيو منها هنا كفلاحين. وبين انتشار الوباء ومجابهة السلطات له، تبقى الوقاية وأخذ الحيطة إلى جانب التقرب من المصالح الفلاحية أمرا ضروريا لتفادي انتشار هذا الوباء والحد منه.